سموا الله بسم الله. الشخص ده حس انك انت ضربته في ظهره ضربة ما كانش يتخيلها، كأن انت يعني غدرت بيه غدرة، انك انت اساسا سبته واستغنيت. الشخص ده يعني الا كان عايز او فتقته ان هو يرسم معاك، يا الا لو انتوا كنتوا اصلا متزوجين وسبتوا بعض كان عايز يلم الشمل هنا تاني، كان عايز يرجع معاك تاني. وممكن يكون هنا هوت في كمان اختلافات ما بينكم. هنشوف برضو من خلال القراءة الشخص دوت بيلم خسائر بعدك في كل حاجة، يعني خسائر مادية بقى، معنوية، طاقية، صحية، عاطفية، يعني فعلا كأنك انت ما مشيت خسر كل حاجة بعدك، ونفسيته وحشة جدا من غيرك. بالظبط هو متضايق جدا، مصدوم. الشخص ده انت صدمته، كان اخر حاجة يتوقعها او يتخيلها انك انت تستغنى عنه وتبعد بالمنظر ده، كأنك مرة واحدة كده زقته بره حياتك على قد ما قدرت، على قد كده على اخر ايدك، ورزعت في وشه الباب فعلا ومش عايز تعديه تاني. ما كانش متخيل ابدا ان دي نهاية العلاقة، لان كان في حب ما بينكم هنا. شايف نفسه خلاص بقى اكس في حياتك هنا، وان انت خلاص شايفه بلا قيمة. انت اديته قيمة كبيرة جدا قبل كده، يعني اديته قيمة كبيرة وقدرته وحبيته يعني، وكان غالي عليك قوي. النهاردة لا، الطاقة اختلفت جدا، اختلفت 180 درجة، اتبدلت اساسا. ليه؟ عشان ما كانش في حياتك حد يعني محترم، ما كانش مسؤول، كان مش ناضج هنا، ما كانش سند، يعني كان يمكن معتمد عليك انت في كل حاجة. شخص يعني محققلكش اي حاجة، ما رفعش حياتك، يعني ما طلعكش فوق، نزلك لتحت. الشخص ده شايف منك طاقة رفض مش طبيعية، انت قافل السكة، ممكن تكون مبلكه، مش بتكلمه، مش بترد عليه، رافض تقابله، يعني خلاص كأنك فعلا خلاص. بعد ما كان في بينكم هنا شكل اجتماعي، ممكن يكون كان في خطوبة، كان في زواج، يعني كان في بينكم حاجة هنا، ما كنتوش مجرد ناس بتعرفوا بعض. دلوقتي مفيش اي حاجة في العلاقة دي، انتهت بالكامل. الشخص دوت بيفكر جدا انك انت توكسيك معاه، الشخص ده بيفكر جدا انك انت توكسيك عليه قوي، وانك انت اتغيرت خالص، والعلاقة بقت سامة، بقت بتعامله وحش جدا. الشخص دوت شايفك بقيت توكسيك جدا ونرجسي معاه، وجايز تكون كمان اخترت حد تاني، وده واضح جدا، لانك انت فعلا اكيد مش هتستناه. انت حد يعني فعلا اي الف من يتمنى، الف من يدور عليك، الف من يعني يشكر فيك ويحبك ويبصلك. يعني شخص فعلا في طاقة هنا امبرس، حلو شكلا وموضوعا، مش قادر ينسى اللي حصل، لسه بيحبك، وشايفك بعيد ومتغير عليه جدا. شايفك بقيت قاسي هنا هو وجف، وما بقيتش اصلا مهتم للعلاقة ديت زي الاول. شايفك يعني بقى يشحت اهتمامك وحبك ووقتك ومش لاقيك، بعد ما كنت دايما معاه. شايف ان هو وحداني، وانت طلعته خلاص من العالم بتاعك، مش محتاجه، نسيته خلاص. حواليك كتير، يعني في فرص كتير، مش محتاج يعني، او حتى قادر انك انت تعيش مع نفسك. يمكن انت مختار نفسك هنا كمان، يعني مش هتسيب حد يهينك ولا يجي عليك. هو مش فاهمك، مش فاهم انت اتغيرت كده ازاي وامتى. عارف ان هو ظلمك كتير، بس ما كانش متخيل انك انت هتبعد، وحس ان انت بعدت بسبب طريقته، وبسبب المشاكل، وبسبب اسلوبه ومعاملته السيئة، وعدم التقدير هنا، وعدم الاهتمام. خلاص صبرت كتير، اديت فرص كتير هنا وخلاص. عارف ان انت مش مسامح، جواك تراكمات كتير جدا، لانك انت قدمت حب غالي، حب لا مشروط هنا، حب فياض هنا. انت قدمت له كل حاجة اي حد يتمناها، حب، استقرار، امان، مشاعر، كنت بتخاف عليه، بتهتم بيه، بتستناه. عمرك ما كان في حد اغلى منه في حياتك، هو عارف كده. ده اللي خلاه ان هو مستغرب انت ازاي مشيت وازاي بعدت هنا. شايل يعني هم كبير في قلبه، لانه مش شايف منك اي عطاء هنا. شايف ان خلاص مفيش اي حاجة متراضيهوش، ما بتحاولش تصلح معاه، ما بتحاولش تدور عليه، مش بتستجيب حتى لخطواته او محاولاته. خلاص مفيش هنا رضا في العلاقة دي. شايفك حتى لو جواك مشاعر مش هتطلعها، خلاص انت خلاص يعني حاسس ان خسارة المشاعر اللي كانت على الارض دي، خسارة مشاعرك غالية، محدش قيمها هنا. عارف ان انت كنت عايز منه ارتباط، دلوقتي انت في طاقة رحيل، يعني اتغيرت جدا. خلاص هو شايف انك انت مشيت بسبب كسرة القلب
والروح اللي هو دايما كان بيعملها فيك. دايما كان مش مقدرك مع ان انت كنت حد كويس جدا. دلوقتي انت بتعامله بنفس النرجسية بتاعته، مش عايز تاخد خطوات وبتعمل معاه مشاكل وعامله صراعات هنا، ورامي الحب ورا ظهرك وعامل مسافات هنا. هو شايف انك انت بتعامله بنفس الاسلوب، نفس الاسلوب اللي هو كان بيعاملك بيه. يعني بقيت تبعد، بقيت تقسى. هو شايف ان انت دلوقتي يعني بتعمل نفس الخطوات اللي هو كان بيعملها، نفس الاسلوب، نفس البعد، نفس الهجر، نفس المسافات. يعني خلاص هو مش بيلومك هنا، عارف ان هو اللي عاملك كده قبل كده. شايفك رافضه جدا. دلوقتي هو اللي محتاج الحب، هو دلوقتي اللي بيدور على الحب والاستقرار هنا، مش لاقي. مش لاقي. الشخص دوت راح عرف ناس غيرك وكان بيحتار بينك وبين ناس، وكنت انت كمان بتخيره، يعني يا انا يا الناس دي، ما اختاركش. النهارده بيدور عليك، النهارده حاسس انك انت اهم حد في حياته. عايز يستردك باي طريقه، الشخص ده عايز يرجعك في العلاقه ديت باي طريقه. يعني هو لما خان كان عادي، انت بقى لما بقيت خاين هنا. هو شايفك هنا غدرت بيه، مع ان هو اللي دايما غدار. ندمان الشخص ده جدا، ندمان، خسران، حاسس بخذلان هنا كبير، قلبه مكسور جدا على العلاقة دي وعلى عدم وجودك في حياته، وانك انت استغنيت بالمنظر ده. انت فعلت عنده ألم الرفض. ما كانش متخيل ان انت في يوم من الايام ممكن تقوله انت خلاص بره حياتي. هو مش متخيل اساسا ان هو كان ممكن يحس منك كده، او يسمعها او يشوفها في تصرفاتك. لان كان في حب كتير هنا، كان في حب كتير. الشخص ده كان مشغول عنك في اي حاجة هنا. يعني هو حاليا بيندم ان هو شغل نفسه باي حاجة الا انت، اي حاجة غير مشاعرك، اي حاجة غير ان هو يصلح العلاقة او يرضيك. يشوف شغله بقى، يشوف مادياته، يهتم بقرايبه وصحابه باهله. انت كنت اخر اهتمامات الشخص دوت، وما كانش ليك اولويات هنا. ندمان جدا انه عمل كده. دلوقتي عايز يعمل بدايات جديدة، طاقته كلها بدايات جديدة. عايز يصلح الدنيا خلاص بعد ما نهاها وبوظها والعلاقة خربت على الاخر. الشخص دوت عايز يتكلم معاك، جواه كلام كتير، عايز يتواصل هنا. او ممكن يكون مش عايز يتكلم معاك وبس، ممكن يكون عايز يقابلك وجه لوجه كده، يشوفك من قريب. وحشته. الشخص دوت مشتاق هنا وغيران جدا جدا جدا، لانك انت كل حاجة حلوة بجد. يعني مش هتقعد انت لوحدك كتير، هتتخطف. يعني بص، الف من يتمنى فعلا. انت شكلا وموضوعا انسان جميل في كل حاجة يعني. ندمان جدا ان هو خسرك. كان في هنا طاقة لافرز ما بينكم كبيرة، كان في هنا طاقة حب. الشخص دوت تايه من غيرك، حاسس بانك انت خنته وجرحته وكسرت قلبه هنا، وهو بيحبك. الرفض تعبه، الرفض تعبه. شايفك كمان ممكن تكون رجعت اجتماعي، او بقى ليك اصحاب كتير، او بتكلم ناس تانية، او انت مثلا بتتعرف على ناس كتير في السوشيال ميديا، او نزلت شغلك مثلا تاني، او بتكلم. يعني شايف ان انت حواليك ناس كتير هنا. قويت قلبك، اديته 9 سيوف هنا. الشخص دوت بعد ما انت سبته هو اللي متمسك بيك وعايز نصيب بعد ما هو خرجك بره حياته. يعني في هنا دين تو دين بقى، دين تو دين. شايفك بمنتهى القوة برضو، رميته بره حياتك وبعدته خلاص عن حياتك. عرفت ان هو يعني خسرته مكسب. خليه بقى مع الاطراف اللي كان بيجري وراهم، خليه بقى في العلاقات اللي كان بيروح يعمل علاقات، وكان بيعرف ناس كتير، وكان شايف نفسه هنا انسان مغرور اساسا، ويعني بيعرف طوب الارض. خليك بقى ورا طوب الارض، خليك بقى مع الناس اللي انت سبت العلاقة عشانها. قيمت نفسك هنا، شايفة قيمت نفسك بانك نهيت العلاقة. يعني انت قيمت نفسك وكرامتك وكبريائك بانك انت نهيت علاقة زي دي. احسن حاجة عملتها، كان عين العقل يعني. دلوقتي هو بيدور على التوازن، بيدور على الحب، بيدور على المشاعر الصادقة والحب الحقيقي. عايز بدايات، طاقته كلها بدايات هنا. يعني خلاص هيبطل الطريقة اللي سببت في 10 سيوف، ان هو ما يبوحش بمشاعره، ان هو ما يهتمش ان هو يوصل لك ان هو بيحبك، او ان هو عايزك، او ان هو شاري، او ان انت اهم حد في حياته، ان هو يديك الاولوية في كل حاجة، ان هو ما يبقاش معاك شريك هنا. مش طوب الارض بيعرفه، لا، تبقى انت اهم حاجة، تبقى انت اهم حد. بجد هو فعلا تعلق مؤلم هنا، حاسس بمشاكل كتير جاله من كل حتة، خلاص نفسيته تعبانة هنا.
هو في طاقة انتظار دلوقتي، بيراقبك ومستنيك، مستني الوقت المناسب اللي يقدر يعمل فيه خطوة، خايف يعمل خطوة جدا، حاسس ان انت مستنيه عشان ترد اعتبارك، مش عشان انت بتحبه ولا عايزه ولا اي حاجة، لا عندك كلام كده بقى عايز تسمعهوله، عندك عتاب هنا، عندك يعني رص كتير قوي في العلاقة دي، يعني عندك كتير، ومش بتحبه زي زمان، مش هتبقى عليه زي زمان، هو اللي متعلق بيك، خايف يخسرك للأبد. عرفت قيمة نفسك انت، وهتشوف حياتك خلاص، هو شايفك خلاص رايح تفرح، ممكن تكون هترتبط خلاص كمان. هو بيفكر دلوقتي بعقل ان هو لازم يدفع تمن كل اللي هو عمله، ده شيء طبيعي اللي حاصل دوت. هو دلوقتي يعني خلاص مدرك، او يعني بيفكر ان انت ليك حق تقفل بابك والزيادة، تقفل الباب في وشه والزيادة كمان، لان هو عمره ما كان شخص واضح ولا دغري في العلاقة دي، ولا كان عايز حاجة جادة في العلاقة دي، كان طول عمره متلاعب هنا. هو خلاص فهم ان التلاعب هو اللي سبب في المشاعر السلبية دي، وان العلاقة انتهت نهاية زي دي، وحاسس انك انت عمرك ما هترجع ليه، كشفته خلاص، انت كشفته هنا، شايفه في طاقة الماجيشن، طاقة الساحر، يعني شخص متلاعب، شخص مش دغري، مش واضح، مش بتاع علاقات جادة ده. اتمنى لكم السعادة جميعا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وشكرا لحسن المتابعة.